السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. سموا بالله وصلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد، حبيبنا وشفيعنا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو عن الفراخ البيضاء، والنهارده عمر الفراخ 29 يوم. عمر الفراخ البيضاء النهارده 29 يوم. اللهم صل على النبي اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا قلت لكم امبارح ان انا هعمل سقوه كويسه النهارده للتنفسي، ممتازه جدا يا جماعه للتنفسي، ممتازه جدا للتنفسي. بس عايزه اقول لكم ان انا النهارده نزلت البلد ودخت على الزنجبيل اللي هو الايه، اللي هو القطع، اللي هو يا جماعه الزنجبيل اللي مش هو الناعم اللي بنحطه على اللي بنحطه على العلف، لا اللي احنا المفروض نغليه. دخت عليه النهارده عند العطارين، يعني يعتبر لقيته بعجوبه عند عطار واحد النهارده، يعني النهارده لقيته بعجوبه. طبعا انا قلت لكم ان انا هعمل سقوه حلوه للتنفسي، عباره عن ايه؟ عباره عن جنزبيل اللي هو الزنجبيل يا جماعه القطع الكبير ده، اللهم صل على سيدنا محمد، ورق جوافه ونعناع. طبعا ورق الجوافه عند العطار بيبقى واخدين منه الزيوت والفايده اللي فيه، ما بيبقاش له اي قيمه غذائيه خالص. فاحنا هنا جنب غيطان، انا اصلا يا جماعه في ارياف وبيتي على الغيطان، جاري يعني جاري ما بيني وما بينه ما يجيش متر، الله يرحمه يا رب ويحسن اليه. يعني بصراحه اللي هي الست بتاعته الله يبارك لها يا رب ويخلي لها اولادها، قلت لها عايزه مثلا حاجه زي كده، قالت لي يا ام مصطفى. كانت ادتني قبل كده بصراحه وخلص، ادتني النهارده قطعت لي كتير وادتني، وانا مسكته قطعته بقى حاجه كده وغسلته وحطيته في مصر. طبعا الحاجه اللي بتيجي من الغيط بتيجي دي ما يعلاش عليها، فايدتها بتبقى فيها وحاجتها فيها، ودي طبعا من الغيط يا جماعه من جنبك وموثوق فيها. دي ورق الجواف، وطبعا جبنا نعناع برده وفلاح. هي بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدها يا رب ويعينها على اولادها ويرحم جوزها يا رب. هي يعني زرعه حاجات على قدها بس كده البيت يا جماعه والله، وبتدينا منها برده وتخرج حاجه كده على روح جوزها، فربنا يجعله في ميزان حسناته ويرحمه ويرحم امواتنا جميعا يا رب. طبعا زي ما انتم شايفين ميه خلصانه واول مره تحصل، الميه خلصانه والعلف خلصان واول مره تحصل، مفيش ولا نقطه ميه ولا في علف، دي بودره اللي هما بينقوا فيها، دي بودره. طبعا العمر النهارده زي ما اتفقنا 29 يوم للناس اللي ماشيه معايا في الدوره. عمر الفراخ النهارده 29 يوم، ان شاء الله بكره عمر 30 يوم بامرك يا رب. هوزن لكم عمر 30 يوم ونشوف التحويل عامل معانا ايه. المهم سموا بالله وصلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، وهنوريكم السقوه بتاعتنا عباره عن ايه. وطبعا نحط شويه اعشاب كده بتكمل بعض بسم الله ما شاء الله بصوا بقى شامله كل حاجه حلوه. طبعا انا لسه شايله، كنت حاطه طبق المونيا على السقوه دي من العصر، انا بسجل معاكم الفيديو ده بالليل الساعه 9 بالليل، يعني انا غاليه الغلوه دي من العصر يا دوبك، وانا جايه اصور دلوقتي شايله الطبق من عليها، ما بيشيلوش خالص خالص الا لما بتبرد خالص وتفضي الزيوت اللي فيها اللي هي الفايده والبخار كله ينزل، وبعد كده بشيل الغطا او طبق ايا كان انا حاطه ايه مغطيه بيه الايه الغلوه وهي بتغلي او الاعشاب وهي بتغلي. طبعا بقى اوريكم الاعشاب بقى اللي احنا ايه حطيناها النهارده. طبعا زي ما انتم شايفين ده ايه، ده نعناع اهو، ده يا جماعه الاول اللي قابلنا دي الاول كده نعناع اهو. طبعا النعناع معروف اهو. طبعا وادي ايه ده وايه ورق الجوافه اهو، بصوا حتى ورق الجوافه سليم حتى وانا غلياه اهو سليم، اللي بتجيبوه من عند العطار ناشف وما فيهوش قيمه غذائيه خالص وبيبقى مكسر. طبعا دي طري، بصوا يا جماعه عشان تعرفوا ان هو من الغيط، دي طري اهو. طبعا ما فيش عند العطار الكلام ده خالص، بصوا بلفته بايدي اهو، ده يا جماعه من الغيط جنبي اهو. يبقى كده انا اوريكم النعناع ورق الجوافه. طبعا الزنجبيل بقى دخنا عليه النهارده بس الحمد لله جبناه اهو يا جماعه. القطع اللي انتوا شايفينها دي اللي هو الزنجبيل اهو، القطع اللي انتوا شايفينها ده اهي هنجيبها تاني اهي اللي هي الزنجبيل اهي، ده القطع دي بنجيبها سليمه عشان الناس تبقى واخده بالها، دي زنجبيل من عند العطار زي ما انت عايزه. انا جايبه دهان يجي 3 وحدات ولا 4 ب 15 جنيه اهو، 15 جنيه. يبقى احنا كده الغلوه بتاعتنا عباره عن ورق جوافه ونعناع وزنجبيل، غلوه ممتازه جدا للتنفسي. وعايزه اقول لكم الزنجبيل ده لو حطيتيه على علف او عملتيه سقوه بيدفي الفرخ يا جماعه، بيدفي الفرخ في الشتاء. المهم هنصفي الغلوه دي كده بالمصفى عندي بره، ونشيل الحاجه دي كلها نرميها للبطه وللفراخ البلدي،
ونجيب السقوه اللي هي الميه نحطها على الايه، على السقايات، ونشوف هنحط الاعشاب ايه النهارده بتاعتنا على العلف. اعشاب من الدرجه الاولى وحاجات كلها بتكمل بعضها. المهم واحده واحده معاكم، نصفي بس السقوه بتاعتنا الجميله دي ونحطها ونشوف هنحط ايه على الاعشاب النهارده. هنشوف هنحط ايه اعشاب النهارده، بس عشان ما انساش ونسيت على فكره، اما لقيت فرخه بتعمل حمام نسيت اوريكم حمام الفراخ، بس الحمد لله ان انا افتكرت. بصوا يا حبايبي اعزكم الله، طبعا ده حمام الفراخ اهو النهارده العمر 29 يوم، ده الحمام اهو بتاع الفراخ اعزكم الله طبعا. وادي اهو برده لسه حالا، برده حمام الفراخ لسه حالا اهو. هندور كده نشوف حاجه تاني، بس الحاجه بتنزل برده يعني بسهوله في الارضيات، من العيون بتاع الارضيات واسعه، فاحنا هنبص كده شمال ويمين، لقينا حاجه لقينا ما لقيناش خلاص احنا وحظنا بقى. بصوا كده، يعني انا حبيت برضه يا جماعه اوريكم حاجه كانت قدامي صدفه وانا كنت ناسيه والله، مع ان انا متعوده اول ما بخش معاكم نسجل الفيديو اول حاجه بنعملها بنبص على حمام الفراخ. اول حاجه بنعملها بصوا، يا ريتكم بس تكونوا يعني هو تحت في الارضيات اهو، تحت في الارضيه، يا ريتكم يكون ظاهر لكم، بس الحمام اهو كويس جدا ما فيهوش اي حاجه اهو يا جماعه. بصوا اعزكم الله طبعا اهو الحمام اهو في الارضيات تحت خالص، يا رب بس يكون شايفين ماشي. المهم حمام الفراخ كويس الحمد لله والفضل لله، حمام الفراخ ما فيهوش اي حاجه. اهم حاجه تخشوا تبصوا على حمام الفراخ يا جماعه. طبعا احنا عاملين السقوه دي للتنفسي، يعني ممتازه جدا للتنفسي، وحاطه حاجه برده كويسه جدا للتنفسي، بتوسع الشعب الهوائيه، كويسه جدا جدا كمان في زياده الوزن، يعني حاجات زي ما قلت لكم بتكمل بعض. هنخلص بس موضوع السقوه ونشوف ايه اعشاب ايه اللي معانا النهارده هنحطها على الايه، على العلف. سموا بالله وصلوا على رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخليكم معايا. اللهم صل عليك يا نبي. بصوا بقى انا حاطين الايه، السقوه اهي، وعايزه اقول لكم انا لا قصد عطش ولا جوع، هي سبحان الله جت كده والله يا جماعه، مش من عادتي ان انا اعطش الفراخ او اجوع الفراخ. انا داخله المره دي لا لاقيه حبايه علف ولا لاقيه نقطه ميه، يعني بصوا انا لا من عادتي لا بعطش ولا بجوع، هي جت كده. بس عايزه اقول لكم هو ربنا الحمد لله لعلمتم بالغيب لاخترتم الواقع، هو ربنا اللي عمل كده. ليه بقى؟ لاني قلنا لما نيجي نعمل سقوه مهمه مثلا عشان البرد، او خلطه مهمه عشان البرد، او اي حاجه ايا كان على الاسهال او البرد، لازم تعطشوا ساعه او تجوعوا ساعه. فهي جت من عند ربنا قسما بالله، هي مقصوده، هي جت من عند ربنا الايه، العطش ده. فاحسن حاجه، بس احنا بنقول ما نعطش ولا نجوع زياده عن ساعه، عشان التحويل معاكي ما يقفش، او الفراخ تتاثر بالجوع والعطش ما تحولش معاكي. ممكن ساعه بس في الشتاء، ساعه واحده ما تزيدوش عن كده. لو انتوا طالعين بقى طلعتوا زي كده ولقيتوا مثلا الميه خلصانه او العلف خلصان وحاجه كده جت بقى الهيه، حاجه الهيه من عند ربنا صدفه، خلاص كده ماشي. لكن انت تقصدي ان انت تعملي كده لا والله. حتى لو بعمل خلطه للبرد او ساوي انا ما بجوعش، بسيبها على الله وبحط في الحاجه كده، يعني بحطها تلقائي كده. المهم احنا حطينا السقوه بتاعتنا، والتاني السقوه بتاعتنا عباره عن زنجبيل قطع اللي هو السليم من عند العطار، ونعناع اخضر من السوق اللي هو الفلاحي بتاعنا، وطبعا ورق جوافه. طبعا حد هيقول لي ما عندناش فلاحين نجيب منهم ورق جوافه، ما فيش الا عند العطار، خلاص هاتي وامرك لله. بس انا بقول لك لو حد فلاح جنبك عنده ورق جوافه احسن لك، هاتيه واغسليه كويس ونشفيه وسيبيه عندك. برضو النعناع جيبيه واغسليه وحطيه مغسول، اي حاجه يا جماعه. حتى الزنجبيل دي شطفاه بميه قبل ما اغليه، اي غلوه او سقوه بتعمليها اشطفيها الاول. من عاده بقى في حاجات ممكن ان انت ما تجيش يمتها او تشطفيها عادي، يعني ممكن انا برضو بشطف الشيخ، بشطف الحلبه، سبحان الله بتبقى متطربه في حاجات بحطها من ما ينفعش احطها من غير ما اشطفها ماشي. المهم صموا بالله وصلوا على رسول الله، وتعالوا نشوف الايه الاعشاب بتاعتنا اللي هنحطها على الايه. اللهم صل على سيدنا محمد على العلف ايه النهارده. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين كل حاجه قدامكم على الطبيعه، كل حاجه من دي ما تقدريش تستغني عنها وبتكمل التانيه. طب معاكي ايه النهارده يا ام مصطفى؟ صلوا على رسولنا وحبيبنا الكريم. طبعا معانا حلبه مطحونه كويسه جدا للتنفسي وبتزود الوزن بطريقه رهيبه. عايزين تغلوها يبقى احسن، مش هتغلوها حطوها على الايه، على العلب، بس اطحنوها يا جماعه، ما تحطوهاش سليمه علشان بتنزل في الفضلات والفراخ ما بتستفادش بيها. ما تحطوش الحلبه سليمه. بصوا انا طحناها، حتى
اللهم صل على سيدنا محمد. الشعير اهو معايا، الشعير طحناه برضو. ده طبعا غسيل كلوي، طبعا غسيل كلوي. عايزين برضو اغلوه، عايزين تحطوه على العلف كده حطوه. ومعايا برضو حبه البركه زي ما انتم شايفينها، لو انتوا دققتوا هتلاقوني برضو طحناها في الكبد، رافع مناعه ومضاد سموم كويسه جدا. بصوا مضاد سموم الدرجه الاولى ورافع مناعه. ده طحناها برضو يا جماعه اهي. كل حاجه بطحنها في الكبه، ما بحطش حاجه سليمه خالص على العلف الا لما بطحنها. ده حبه البركه. معايا خميره لزياده الوزن، وتحت الخميره شويه رز مطحونين اهم اخر حبه حطيته بيمسكوا الاسهالات. بس النشا خلص من عندي، في حاجات خلصت ان شاء الله بامر الله هجيبها. حاطه خميره وحاطه رز مطحون، وطبعا حاطه معلقه شطه مضاده للفيروسات ومضاده للكساح، وبتنشط الفرخ وبتدفي الفرخ وبتزود الوزن وبتخلي الفرخ يسحب في العلف. ممتازه جدا جدا معلقه الشطه، وبتفرق كتير مع الفراخ. بس معلقه قد ايه صغيره. وطبعا حاطه يجي 3 معالق عسل اسمر، طبعا منشط للكبد وبيزود الوزن. طبعا بقى يعني حاطين في نفس الوقت غسيل كلوي، في نفس الوقت حاطين منشط للكبد. غسيل كلوي اللي هو الشعير، ومنشط للكبد اللي هو العسل. والحلبه بتزود الوزن وكويسه جدا للتنفس. وحبه البركه مضاد سموم. والخميره بتزود الوزن طبعا لا غنى عنها. والرز وقايه من الاسهالات. والشطه مضاده للفيروسات وللكساح، وتفتح الشهيه وبتدفي الفرخ. عايزه اقول لكم يعني حاجه كده، يعني بصوا بقى من الاخر، وبتخلي الفرخ ياكل ويسحب في الاكل. معلقه شطه واحده بس غنيه عن اي حاجه. احنا النهارده حاطين شويه اعشاب ضرب نار، ضرب نار بجد. المهم انا حاسه كده والحمد لله والشكر لله ان الفراخ النهارده بسكت كده وانا بسجل معاكم، يعني العطسه راحت شويه. دي طبعا من فضل ربنا، وربنا عالم انا بسعى قد ايه والله العظيم، وجبت حاجات قد ايه عشان ان انا بصوا هو الشافي العافيه الله. بس احنا كسبب جبنا حاجات كتير وما زلنا لغايه النهارده بنعمل سقوات اهو. فالحمد لله العطسه خفت شويه من فضلك يا رب. ربنا يا رب يطعمنا ويطعمكم وما يزعلش حد في ماله ولا في عياله ولا في طيوره ولا في اي حاجه. واي حد جاي الدوره رمضان كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعديها على خير وما يزعلش حد يا رب، ويجعل بيوتنا وبيوت المسلمين والعالم كله مستور. سموا بالله وصلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. هنقلب الاعشاب دي على العلف، وطبعا معانا 3 علافات هم ودي علافات، وهنفرغ في الاربع علافات دول. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا قلبنا الاعشاب على العلف وحطينا للفراخ، والفراخ بدات تاكلها. بصوا بقى الاغلبيه غير كل مره بتاكل ليه بقى؟ لان احنا طالعين وكل حاجه قدامكم على الطبيعه، ان العلف خلصان والميه خلصان. يمكن هجوم جه على علافات اكتر من السقايه. بصوا اللهم صل على النبي. العلافات اهي بدات الفراخ كلها تيجي على العلافات اهي. كل ما فرخ بياخد باله بيقوم يجي على العلافات اهو. عرفتوا بقى يا جماعه الجوع برضو اللي بيأثر على الفراخ، فما تزوديش عن كده. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا كنت هنا من ساعتين كان في ميه وعلف، ما غبتش عليهم برضو. يعني هم ممكن يكون جاعوا كمان اقل من نص ساعه، مش ساعه كمان، لان انا نازله وكان في هنا الميه وفي اكل وفي كل حاجه. بس الحمد لله ان هم كلوا وشربوا. وكان في السقايات حتى الصبح زيت نعناع. انا بقالي 3 ايام ولا 4 ايام دلوقتي بحط زيت نعناع، بس الحمد لله والشكر لله ربنا جعله سبب وجاب نتيجه من عند ربنا، الحمد لله والشكر لله طبعا. ماشي. بصوا بقى اهو. انتوا كنتوا بتشوفوا كل يوم الهجوم ده؟ طبعا لا، لان انا بجوع ولا بعطش، هي زي ما قلت لكم كده جت صدفه. فبصوا الفراخ بسم الله ما شاء الله كلها جت على علفتها. ماشي. يلا يا حبايبي، دي الفيديو بتاعنا كان النهارده، يا رب اكون قدمت لكم حاجه تستفادوا منها واكون عند حسن ظنكم. بالله عليكم اللي شاهد الفيديو حطوا لنا اللايك فضلا وليس امرا، ويبقى جزاك الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.